كان الفنان علي الكسار المعروف بلقب برج الكوميديا واحد من رواد الفن الكوميدي في مصر، عشان كان بيتميز بأسلوبه الفريد وشخصيته المحبوبة اللي لسه معلقة معانا في دماغنا لحد دلوقتي وفي ذاكرة الجماهير. قدم علي الكسار أدوار ما تتنسيش، خاصة شخصية عثمان اللي عملها في معظم أفلامه، مما خلاه أيقونة للكوميديا في العصر الذهبي للسينما المصرية. وأول فيلم معانا فيلم سلفني 3 جنيه سنة 1939، وبيحكي قصة الفيلم عن عثمان اللي هو بيقدمها علي الكسار، اللي عايش مع مراته وحماته ومحوش حق الأوضة اللي هم عايشين فيها، وهيطردوا منها عشان مش معاه حق الإيجار. وبيحاول طول الفيلم إن هو يدور على حق الإيجار اللي هو 3 جنيه، لكن بعد أحداث طويلة من الفيلم والمشاهد الكوميدية الجميلة بيكسب 100 جنيه، كل ده من غير ما يكون مخطط له، وكل ده في إطار كوميدي جميل جدا. الفيلم من إخراج وتأليف توجو مزراحي. الفيلم التاني فيلم علي بابا والأربعين حرامي سنة 1942، وقصة الفيلم في إطار كوميدي بيجسد علي الكسار شخصية علي بابا مع المساعد بتاعه اللي بيقوم بيه دور إسماعيل ياسين. وبالصدفة بيلاقوا 2 ماشيين في وسط الغابة، وبيقفوا قدام صخرة كبيرة أو جبل كبير، وبيقولوا كلمة سحرية هي كلمة افتح يا سمسم، وبيخشوا ويروحوا يعملوا زيهم، وبيخشوا يلاقوا مغارة مليانة دهب، وبياخد من الدهب والمجوهرات ديت ويروح البيت. والحرامية اللي هم 40 حرامي لما بيعرفوا الموضوع بيروحوا على بيته عشان خاطر يقتلوه، وبياخدوا الدهب منه تاني. لكن هو لحسن حظه مش هو اللي بيكون بايت في البيت، وكان اخوه ومراته هما اللي قاعدين مكانه، وهما اللي بيروحوا ضحية مكانه. وبيرجع علي بابا عشان خاطر ياخد من الدهب والمجوهرات تاني، لكن بيكشفوه الحرامية وبيتجزد ويتنكر في دور مجرم. كل ده في اطار كوميدي جميل جدا. الفيلم برضو من تأليف واخراج توجو مزراحي. رقم 3 معانا فيلم غفير الترك سنة 1936، وبتدور أحداث الفيلم حوالين برضو شخصية عثمان علي الكسار، وهو خفير الدرك بسيط بيحاول جاهدا للتصدي للمجرمين، لكن بيقع في العديد من المواقف المضحكة بسبب طيبته وذكاءته اللي بيخلي المجرمين يضحكوا عليه وبيخلوه يقع هو كمان في مشاكل. الفيلم من إخراج توجو مزراحي ومن تأليف علي الكسار وبديع خيري. رقم 4 معانا فيلم ألف ليلة وليلة سنة 1941، وبيحكي قصة الفيلم عن صياد فقير بيقوم بيه علي الكسار، بيلاقي طفل في البحر فبيتبناه ويتربيه، وبيتعرض عثمان للسجن بعد صيده في منطقة محرمة، لكن ابنة الملكة بتساعد على الخروج، وبيعتبر عثمان بيلاقي مصباح سحري اللي بيغير حياته على طول وللأبد. الفيلم برضه من إخراج وتأليف توجو مزراحي. رقم 5 معانا فيلم نور الدين والبحار التلاتة، وقصة الفيلم بتحكي عن فطاطر الجلبان ومعاه المساعدين بتوعه اللي مطلعين عينيه، غير حماته اللي منكدة عليه عيشته. وبعد ما بييأس بيقرر ان هو ينتحر، وبيقول للمساعدين بتوعه ان هو هيروح البحر وينتحر، وهم كمان بيقولوا له احنا هنروح ننتحر معاك عشان احنا ملناش حد من بعدك. فلما بيروح ينتحروا بيلاقوا واحد بحار وبيعرض عليهم ان هم يشتغلوا معاه على المركب، فبيوافقوا وبيطلعوا معاه على المركب، لكن لسوء حظهم البحار ده بيتصاب وبيطلب منهم ان هو يروح يجيب مساعدة. ولسوء حظهم اكتر ان هم بيخشوا القصر، لكن بيكون الوزير شبه علي الكسار بالظبط، لكن بشخصية شريرة وبيحاول يقتل السلطان. الفيلم من اخراج حسين فوزي وتأليف حسين فوزي، وشارك في كتابة الحوار ابو السعود الإباري. رقم 6 فيلم بواب العمارة. قصة الفيلم بتحكي عن قصة علي الكسار اللي هو بواب العمارة البسيط اللي بتربطه فيه علاقة عاطفية مع الخدامة، والعمارة بتتسرق وبقى بسبب إهمال علي الكسار، فبيتم طرده وبتتولى أحداث حين يحل محله سارق أمريكي في استقبال خطيبته، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية. الفيلم من إخراج ألكسندر فركش ومن تأليف علي الكسار وبديع خيري. رقم 7 معانا فيلم 100,000 جنيه سنة 1936. قصة الفيلم بتحكي عن علي الكسار اللي بيكسب مبلغ مالي كبير اللي هو 100,000 جنيه، اللي بتقلب حياته رأسا على عقب وبتتولى أحداث. كل ده الفيلم في إطار كوميدي. الفيلم برضو من تأليف وإخراج توجو مزراحي. على الرغم من مسيرته الفنية الكبيرة والنجاح الكبير اللي هو عمله، لكن انتهت حياته بشكل مأساوي جدا. فعلى الرغم من ثروته اللي جناها كتير وان هو اصلا كان من عيلة غنية جدا،
فأفلست شركته الإنتاجية. هو عاش في أواخر أيامه فقير جدا في شقته المتواضعة بالقاهرة، حتى تم وفاته في المنيا سنة 1957، وكانت نهاية حزينة جدا لواحد من أعظم فنانين الكوميديا في تاريخ السينما المصرية. اتولد الفنان علي الكسار يوم 13 يوليو سنة 1887 في القاهرة في حي السيدة زينب. اسمه الحقيقي علي خليل سالم، وبالنسبة لاسم الكسار فده لقب عيلة والدته، واسم والدته زينب علي الكسار. وأول مهنة اشتغلها كانت مهنة السروجي، واللي هي مهنة أبوه، لكن ما كانش حابب الشغلانة فراح اشتغل مع خاله في الطبخ. وبحكم شغله كان بيتعامل مع النوبيين وتعلم لغتهم وأتقن اللغة النوبية. وفي سنة 1907 جمع أول فرقة مسرحية ليه وسماها دار التمثيل الزينبي على اسم والدته، لأنه هو كان حبه لوالدته كبير جدا. بعد كده سابه وراح فرقة دار السلام في حي الحسين. عمل شهرة كبيرة جدا ودخل منافسة حامية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني، وأبدع في شخصية عثمان عبد الباسط النوبي لمنافسة شخصية كشك بيه اللي كان بيقدمها الفنان نجيب الريحاني. ونجحت الشخصية نجاح كبير جدا جدا، ولسه لحد دلوقتي موجودة في السينما المصرية. وكده هو وصلنا لآخر الفيديو. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو عجبك الفيديو.